اجتماعيه يعني؟ انا والله في الحقيقه اول مره اخش فضائيه، وده شرف عظيم ليا. وكان اول مره اشوف البابا على الطبيعه. وحقيقه يعني اللي انا هقوله ده ما يتحسش غير بالقلب. شعور طيب، مقابله جميله، احساس راقي غير عادي. المقابله بتاعت البابا تحس انك بتتعامل مع حد تعرفه من زمن بعيد. الروح الجميله، حسن الاستقبال، يعني حاجات كده ما تتحسش غير بالوجدان. فعشان انا اقدر انقلها تحس انها يعني مش هقدر اعبر عنها حقيقه، ولكن الاحساس الوجداني اللي انا حسيته تجاه البابا تجاه لا يوصف. وحاجه كانت حاجه عظيمه وحاجه تشرف. من اول لقاء ليا اتشرف ان انا اقابل فيه نيافه البابا شخصيا. وفي الحقيقه احساس بيديك شعور بالحب العميق للراجل ده، كانك تعرفه من زمان، صديقك، اخوك، ابوك. فالبابا يستحق اكتر من كده بكتير، ان هو راجل انسان محترم. وده شعوري وجداني تجاه البابا. متشكر وده جدا. اللي انا بنقله، بس يا رب اكون قدرت انقل 1% من اللي جوايا من وجداني تجاه البابا. بشكرك وحبيت بس نعرف اسم حضرتك. انا اسمي محمد حسنين. انا مستشار اعلامي بمجله انباء الامم المتحده. وانا كان ليا شرف اللقاء ان انا اسجل مع البابا حوار صحفي، وشرف عظيم ان انا كان اول لقاء ليا خارج مجله انباء الامم المتحده يكون مع البابا توادرس. فده شرف عظيم ليا، ودي صوره انا بنقلها للعالم كله، الجمال والحب اللي احنا شايفينه للناس كلها الموجودين، وعلى راسهم البابا توادرس. بشكرك جدا. انا شاكر افضلك يا فندم. ميرسي.